السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة فيديو جديد وجايالكم. دي الفراخ البيضاء اللي انا كنت جايباها معاكم. زي ما انتوا شايفين كده، للأسف اخدت مني برد من سبب ان انا نقلتها. كانت في الأوضة ونقلتها في البلكونة، والبلكونة الجو انتوا عارفين فظيع فظيع. ربنا يسترها ويعدي على خير. الايام دي الشتاء يعني صعب جدا والهوا صعب جدا، وللأسف البلكونة كانت عندي مش محكمة بما فيه الكفاية، فأخدوا مني برد. فأنا دلوقتي نقلتهم عند ماما في مكان محكم. زي ما انتوا شايفين كده، أوضة هي ما بتفتحهاش، والأوضة محكمة ما فيهاش هوا غير مكان للتهوية بسيط جدا. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين هنضطر بقى نراعيهم، ولازم نراعيهم عشان خاطر حالتهم مش تسر عدو ولا حبيب. زي ما انتوا شايفين كده، يعني انا جبت القفاصات بتاعتهم نايمين يا حبايبي، لا حول ولا قوه بهم. حالتهم صعبه جدا. اهيت هم داخلين على 20 يوم دلوقتي، ولسه بقى طبعا عندهم اسهال وتعبانين. هنشيل السقايات ونراعيهم بالليمون والثوم. اهم حاجه الليمون والثوم في البرد ده بيقوي المناعه وبيفوق الفرخ معايا. زي ما انتوا شايفين كده، اللهم صل على بارك على سيدنا محمد. هما كمشانين اول ما باجي جنبهم بيخافوا يقوموا، مش قادرين يمشوا يا حبايبي، مع انهم لسه حجمهم صغير اهوت بيعطسوا. انا هشيل السقايات عشان اجيب لهم ميه نضيفه. ونبص على العلف برضو ونشوف. هما ما عندهمش اسهال، اللي انا شايفاه ما عندهمش اسهال، بس بيعطسوا كمشانين في بعض. يبقى عايزين ايه؟ عايزين حاجه تقوي المناعه. وايه اللي هيقوي المناعه معانا؟ الليمون والثوم. اهم حاجه الليمون والثوم معانا، وان احنا نفوقهم كل شويه عشان الفرخ ما يكسلش وياخد برد مننا، او يتعب او يغامر في البرد، والبرد يتمكن منه ويتعب وما نقدرش نلحقه. فانا دلوقتي لازم ندخل نفوقه كل شويه كده ونحط له ليمون بتوم. انا دلوقتي هروح اغسل السقايات ده كويس وامليها وارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين كده، انا عصرت الليمون وفي السقايه التانية ضربت الليمونه بفصين توم في الخلاط وحطيتهم في السقايه التانية. دلوقتي بقى اغطي السقايه ونروح نحط لهم يشربوا اهوت. نعدي بقى نحط لهم يشربوا. زي ما انتوا شايفين كده، السقايه اللي فيها الثوم الليمون والتانية فيها ليمون بس. ما نكترش برضو من الثوم عشان ما يعملهمش قرحه في المعده او حاجه، لان الثوم انتوا عارفين شديد. فهو فصين 3 بالكتير نضربهم في الخلاط مع الليمونه وخلاص كده. اللهم بارك. حطينا لهم الاكل وحطينا لهم الميه هنا وهنا اهوت. نراعيهم كل شويه، يوم توم بس ويوم توم بليمون، يوم توم بس ويوم توم بليمون. هما كده عدوا خلاص ال15 يوم، يعني الليمون مش غلط عليهم. تمام. وزي ما انتوا شايفين كده اهوت فاقوا. اما دخلت لهم اي نعم بيعطسوا شويه، الليمون والثوم هيفوقهم. اهم حاجه نخلي بالنا منهم ونراعيهم دايما، لان دي روح ومسؤوله مننا. وكل فيديو بقول لكم ان دي روح ومسؤوله مننا، ما نأهملش فيها. والحمد لله على كل شيء. وربنا يستر. الايام دي الشتاء مبهدل الناس كلها، يعني اصلا الفراخ البيضة مناعتها ضعيفة نهائي. فاحنا نقوي مناعتها بايه؟ بالليمون. الليمون يوم ليمون وتوم ويوم ليمون بس، على اساس خاطر معدتهم برضو ما تلتهبش وتهري معدتهم. انتوا عارفين التوم شديد على المعدة، ما بالكوا بقى الفراخ. يعني هو يوم توم واحد بس، يوم ويوم، انما الليمون كل يوم. زي ما انتوا شايفين اهوت وفاقوا ما شاء الله. ان شاء الله العطس ده هيخف من غير ادويه بطاريه ولا من غير اي حاجه، هو الثوم والليمون. وان شاء الله هتشوفيهم باذن الله معاكم لحد يوم الذبيح باذن الله. زي ما انتوا شايفين كده، انا نقلتهم في الاوضه محكمه. عندنا اوضه محكمه اهيت ومخصصاها للطيور. وهنا برضو كان معايا تحضير الفراخ الفيومي، انا هنزل لكم الفيديو بتاعها.
وتربيتها وكل حاجة عن الفراخ الفيومي من اول يوم لحد ما تبيض معاكي. هفضل معاكي واحدة بواحدة عشان الناس اللي لسه يعني عايزة تربي ولا كده، ان شاء الله خير. وهنا زي ما انتوا شايفين الفراخ اهيت. انا بقى اسيبكم في امان الله. اهم حاجه ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان انزل لكم كل جديد وكل مفيد باذن الله. وما تقلقوش، هو شويه عطف بساط. لو حصل عندكم ما تتخضوش وما تجروش على البطاريين، هيدوكوا دواء غالي ومش هيعمل حاجه، يعني اسالوا مجرب، مش هيعمل حاجه دواهم. اللي نفع معايا الثوم والليمون بسم الله ما شاء الله. انا بربي دوره الفراخ من غير ما اديها ولا نقطه علاج. يعني ماما عشان انا باجيلهم يوم وهي يوم راحت جابت لهم العلاج ده، قالت لهم ان هي عندها يعني بيعطسوا وكلام من ده، راح ادالهم العلاج ده. مش عارفه ده ماله ومال حالات البرد. ما علينا، ان انا ما بستعملتوش، تنيته وهرميه وانا ماشيه. انا ما بستعملش الا كل حاجه طبيعي في طبيعي، على اساس ان انا اكل حاجه نظيفه ما هياش مليانه كيماوي. امال انا بربي ليه؟ عشان بره بيدوا للطيور كيماوي وبيدوا كل علاج في علاج، فانا مش عايزه كده. احنا بنربي عشان نعمل حاجات طبيعيه، والطبيعه مفيش احسن منها الليمون، فيتامين سي والليتوم مضاد حيوي طبيعي، فهو بيقتل كل ميكروب وبيقوي المناعه ما شاء الله. اللهم بارك. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. اشوفكم على خير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب محمد. هنا بسم الله ما شاء الله. المقطع دوت انا حبيت اوريهولكوا ده بعد ما حطيت التوم بالليمون للفراخ بعدها بيومين بالظبط. والله العظيم اقسم بالله يعني ما شاء الله اللهم بارك. لا سحر ولا اي حاجه، والله ما كانوا اخدوا نقطه علاج. هو التوم الليمون والعسل الاسمر بس. بسم الله ما شاء الله. انتوا كنتوا شايفين حالتهم في اول الفيديو، اللهم بارك. شايفين الحالة دلوقتي فاقوا والحجم اختلف خالص خالص في يومين ما شاء الله. اللهم بارك زي ما انتوا شايفين كده بجد يا بنات او يا ست الكل انتوا وهي. التوم بالليمون بيقضي على البرد نهائي نهائي، والعسل الاسمر بيرفع المناعة جدا جدا والله العظيم. يعني زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله اهوت الفراخ حاجة كده اللهم بارك ما شاء الله. يعني حاجة تفرح القلب. اول ما تحس ان الفراخ عندها برد والله ماما كانت جابت لهم علاج ما حطت لهم منه الا مرة واحدة اقسم بالله العظيم، وما عملش اي حاجة. قلت لها لا اوعي تحط لهم تاني. مسكتهم بقى بسم الله ما شاء الله، اهتميت بهم بالثوم بالليمون والعسل الاسمر، وزي ما انتم شايفين النتيجة اللهم بارك.